أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة. النهاردة أنا حابة أعرفكم عن مشكلة قابلتني وأنا ببني السيستم ده خاص بالعيادات. فيعني لما فكرت في الطريقة اللي ممكن أعمل بيها knowledge sharing معاكم بخصوص NetN، فحسيت إن في أونلاين كورسز مجانية كتير على اليوتيوب وهتشرح أحسن مني طبعا، زي فيديوهات دكتور محمد الشامي وفيديوهات NetN مع كريم. فحبيت إن لمّا أشارك معاكم حاجة إن هي تكون من التجارب العملية أو الشغل اللي أنا باشتغله، لإن actually N8N يعني مش هاطوّل عليكم بس hint بسيط كده. هو في الآخر ممكن نتفرّج على فيديو وننفّذ الsteps وهيبقى عندنا حاجة شغالة، بس المشكلة بقى بتظهر أو الskills بتاعتنا لازم نُثقلها في إن إحنا بنتعرّض لمشاكل وإحنا بنشتغل، بنفكّر في طريقة debugging وإزاي نوصل لحل المشاكل دي. فمن ضمن الأنظمة اللي هي ما نقدرش نقول عليها مُعقّدة، هو نظام إن أنت يبقى عندك chatbot يرُد على حاجة باستخدام، طبعًا هتبقى مستخدم فيه AI agent، والAI agent ده بتكتب له system prompt وبتوصّله بtools ويعني حاجات أكيد أنتم aware بيها يعني لو أنتم aware بNetN، ولو مش aware بNetN وحابين يعني نبقى ننزّل حاجات يعني شرح كده بسيط عنها، ممكن تكتبوا لي في الcomments. المهم إن أنا كنت بابني الsystem ده وكتبت الsystem prompt وكل حاجة كانت متضبّطة، بس كانت بتقابلني مشكلة إن الagent هو المفروض الsystem باختصار يعني إن هو system للرد على رسائل جاية العيادة. فعملته يعني باستخدام الواتساب، بييجي message واتساب فهو المفروض إن هو connected بcalendar tool، والcalendar tool دي الAI agent بيcheck الavailability وبعدين على أساسه يقول الميعاد ده available نحجزه أو لأ مش available من فضلك اختار ميعاد تاني. فكانت بتقابلني مشكلة إن هو بيبقى في ميعاد هو مش available، يعني الslot محجوزة على الcalendar وهو الuser يطلب الميعاد ده أو الslot دي، وهيقول له أوكي دي موجودة ويحجز يعني على اللي already محجوز. فأنا هاقول لكم الsteps اللي أنا مشيتها بالترتيب لحد ما وصلت لحل المشكلة دي. أول حاجة كخطوة debugging إحنا بنبقى محتاجين نعرف هي المشكلة جات منين، يعني هل المشكلة في الsystem prompt بتاعي؟ طب المشكلة في الtime zone، هل هو بيروح يشوف في مكان يعني في time zone تانية بيبقى مثلًا الميعاد ده فعلًا available على الكالندر و وهو فعلًا يعني الtime zone بس هو اللي عامل له لخبطة والّا إيه المشكلة؟ طبعًا جرّبت حاجات الtime zone دي وجرّبت كذا مرّة الtime zone تمام، بدليل إن هو أصلًا كان بيعرف يcreate الevent في في المكان أو في الslot يعني أو في الميعاد اللي أنا عاوزاها. فبدأت أفكّر طَب أنا هافصل، أنا عايزة أتأكد إن الtool نفسها بتعرف تreturn الoutput مضبوط، أو بتreturn الstatus اللي موجودة دلوقتي مضبوطة. فعملت إيه، عملت flow كده منفصل. الflow المنفصل ده أجرّب فيه بس إن الtools بتاعة الcalendar مضبوطة وشغالة وما فيهاش أي يعني bugs يعني. فكنت باتكلّم مع الchatbot، هو طبعًا ده كان connected يعني، كنت باتكلّم معاه وطلبت حجز ميعاد، أنا عارفة إن الميعاد ده محجوز already. فكان بيreturn لي الstatus صح لو هو آآ sorry بس مش عايز يفتح. طيب إحنا ممكن نrefresh. ماشي، لو عملنا run بسيطة كده دي المفروض الcalendar. فلو قُلت له مثلًا احجز لي ميعاد يوم الأربع من 16:00 ل17:00 reserve a slot Wednesday. آآ إمم. طبعًا يعني في الsystem الحقيقي مش هنبقى بنكتب التفاصيل كده، ممكن أبقى أوريكم برضه فيديو تاني للsystem
الحقيقي، فأنا باقول له أنا reserve a slot at 5 PM. هو المفروض هيروح يشوف الsystem prompt اللي أنا كاتباه، هابقى كاتبة له فيه إن هو المفروض يروح يget الavailability، فالمفروض إن هو لو هو شغال تمام يقول لي إن 5 ده مش متاح، فالمفروض إن الtool بتاعة الability دي تتر ت ت ترجّع false، فهو فعلًا هيقول لي false. طيب كان إيه الرد معاه بقى؟ إن هو بيقول لي الslot ده محجوز unavailable. طيب نجرّب نتأكد، ممكن نقول له نفس التاريخ بس الساعة 15:00، نقول له نفس الرسالة بس هنخلّيها 3 PM وهابعت له. أنا كده باعمل إيه، أنا باتcheck بس إن الtool كده لوحدها stand alone بعيدة عن الsystem الأساسي بتاعي، وبعيدة عن الsystem prompt والحاجات اللي أنا كاتباها في الsystem الأساسي اللي هو buggy أو فيه مشكلة، باتأكد إن هي بتreturn الexpected، فالمفروض إنه يقول لي إن ده free وكمان يعرف يروح يكريته. فالمفروض إن هو لأ، هو ده اللي حصل، هنا ده ما كانش موجود، فهو لسه دلوقتي عامله كريته، والمفروض إن هو هيقول لي إن الavailability true الavailability true يعني ده موجود. من هنا أنا اكتشفت إنه الtool ما فيهاش مشكلة، لإن أنا لمّا كنت بادوّر وباسأل كان في ناس بتقول إن الget availability دي مش consistent والكلام ده كلّه، فأنا كنت بس باعمل proof إن الtool تمام. فرجعت بقى للsystem الأساسي بتاعي، فكّرت أنا ممكن أعدّل إيه، وكده يعني أتمنى تكون الnews واضحة. هاقول لكم الsystem الأول أنا كنت عاملاه إيه، و آآ غيّرته لإيه. تمام. السيستم هو كان عبارة عن إن أنا عندي واتساب trigger بييجي له text أو audio أو image، وعلى حسب المسار اللي هو جاي له فيه، لو جه له text هيمشي يكلم الagent connected بmemory عشان تحفظ الchat، وطبعًا الmodel اللي شغال موجود، و آمم كنت موصّلة الكالندر على نفس الAI agent، يعني الكالندر كذا option للكالندر، إن أنا عايزة أعمل booking، إن أنا عاوزة أcheck availability، أو إن أنا عايزة update reservation موجود already، أو أكنسل اللي هو delete event على الكالندر. وبعد ما بيعمل كل الprocess دي الAI agent بيرُد، آآ لو هو audio فهيرُد audio هو كمان ويبعت للsender، لو هو يعني صورة حد بيسأل عن حاجة، أو text حد بيسأل عن حاجة برضه، فهو بيreturn text message عادي. فجرّبت إن أنا أعمل AI agent as a tool، يعني بدل ما يبقى الAI agent الأساسي ده بيعمل كل حاجة ويهلوس كتير، فجرّبت إن أنا أعمل الagent tool دي. الagent tool دي هو عبارة عن AI model برضه، وقُلت له الdescription بتاعه إن هو AI agents that can deal with calendar action like checking availability or creating an event. طبعًا أنا لسه في مرحلة development، يعني لسه باadd بقية الfeatures بقى، أنا بس كنت بdetect المشكلة فين عشان أكمّل، فطبعًا في مراحل لاحقة يعني المفروض هاشيل بقى دول، بدل ما هُم deactivated نخلّي بالنا إن هنا دول deactivated، يعني مش هُم اللي بيتحكموا في الaction. آآ طبعًا الAI والsimple memory مش deactivated ولا حاجة، دول شغالين. لو عملت كده بيقول لي deactivate، فهُم شغالين، لكن دول deactivated، عشان كده بيقول لي activated mode. فلمّا عملنا كده وحطيت له model منفصل، بقى الmodel ده لمّا ييجي له حاجة ليها علاقة بالمواعيد بيفوروردها للmodel ده، الmodel ده هو بيget الavailability، ولو تمام بيcreate الevent، بعدين الmodel sorry الmodel الأساسي يرد عليها. ف باختصار إحنا كده عملنا إيه، قلّلنا الtools اللي هو الAI agent الأساسي ده متحكّم فيها، بحيث يبقى تركيزه على إن هو يforward الmessage للAI agent المسؤول عنها، وبعدين هو يprovide الرَد للuser. هل لسه عندي مشاكل تانية في الsystem ده؟ الحقيقة إن أنا في مرحلة testing وعندي مشاكل لسه محتاجة تتعدّل، زي إنه مثلًا ممكن نعمل يعني عنها videos تانية لو أنتم حابين اكتبوا لي في الcomments، زي إن مثلًا هو بيشتغل تمام لو الuser أو الشخص اللي بيبعت يعني الmessage قال له احجز لي ميعاد بكرة الساعة كذا. ليه؟ لإن أنا حاطة له في الprompt إن هو عارف إن دلوقتي الوقت الفعلي اللي هو
now يعني دوّة إمتى، فهو لمّا الuser بيقول له بُكرة فهو بيعرف يget ويعرف ييجي هنا في الحتّة دي بتاعة الcheck availability وcreate الevent بيعرف يحدد الstart time والend time. طيب لمّا حد يقول له هات لي المواعيد الavailable in general من غير ما يقول له أنا عايز بُكرة أو عايز النهارده أو يدّي له أي date فهو بيبتدي يهلوس في الحتّة دي، بيبتدي يset time مثلًا مرّة ادّاني time في زمان 2024 مع إني في الsystem prompt كاتبة له إن هو ما يريزرفش مواعيد في الماضي. بس بما إن أنا مش مديّة له start date وend date كuser يعني، فهو بدأ يهلوس ويجيب حاجات من عنده. فدي محتاجة شوية تضبيط في الsystem prompt وفي الwork flow نفسه. لمّا أحل المشكلة دي ممكن أعمل لكم بيها فيديو تاني. بس دي كانت المشكلة اللي قابلتني. الخلاصة من الفيديو ده إن إحنا نعمل إيه لمّا يكون عندنا مشكلة في الwork flow، محتاجين نفصل الحاجات عن بعضها، ونتأكد هي المشكلة ممكن تكون جاية منين. لإن مثلًا يعني ممكن تكون المشكلة إن الtool نفسها مش بتreturn output صح، يعني طبعًا ده يعني أكيد الtool يعني دي بتتعمل وبيتعمل عليها checking وtesting كتير، بس ده احتمال وارد، فإحنا بنشيل الحاجة نتستها لوحدها نتأكد إن هي تمام، بعد كده نشوف الحاجات اللي حواليها واحدة واحدة. فأنا أمّا شِلت الtool تستِّتها واتأكدت إن هي consistent عادي وفعلًا بتعرف تreturn الstatus الحقيقية، بدأت بقى أشوف طب أنا ممكن نضبّط الsystem prompt أكتر، جرّبتها ما كانتش بتضبط، طب بلاش نضبّط الsystem prompt أكتر، إحنا نفصله ونشوف يمكن الperformance بتاعته تبقى أحسن، وفعلًا ده اللي حصل لمّا اتفصل بقى عارف يأدّي الوظيفة بتاعته بشكل أحسن. طبعًا الAI كده هو في الآخر مجرّد إن يبقى في هلوسات أو حاجات معقدة، فإحنا دورنا إن إحنا بعد ما نخلّص الsystem بتاعنا بنتسته بنحاول إن إحنا نقفّل الscenarios بتاعة الهلوسة، يعني هو مثلًا المرّة دي هلوِس في إن هو ما عرفش يدّيني المواعيد المتاحة، طَب أنا هadebug هاsearch هاشوف هو إيه اللي خلّاه يعمل المشكلة دي. طبعًا في الحاجات اللي زي دي بيبقى مفيد جدًا إن إحنا برضه نسأل ChatGPT مثلًا أو أي AI إحنا يعني نكون متعودين إن إحنا نستخدمه، بحيث يساعدنا في الdebugging يفتّح دماغنا لحاجات ممكن نكون إحنا مش واخدين بالنا منها. يعني بس ده كل اللي أنا حابة أقوله في الفيديو ده، أتمنى إن هو يكون مفيد بالنسبة لكم. لو حد عنده نفس المشكلة وواجهته جرّب يحلها بطرق تانية، يا ريت يكتب لنا في comment. لو حد جرّب الطريقة دي ونجحت معاه أو ما نجحتش معاه، يا ريت برضه يكتب لنا في comment بحيث برضه نشوف إيه الظروف التانية اللي ممكن تكون الطريقة دي ما نجحتش فيها ونشوف لها طرق تانية. كده نكون خلصنا الفيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب ولايك وشير لو حسيتوا إن نوعية الفيديوهات دي مفيدة بالنسبة لكم. شكرًا ليكم وأشوفكم في فيديو تاني بإذن الله.